لانه اللي شاهدنا البارح هو فريق لاعب من اجل يحقق واحد النتيجه اللي ابعد من كره القدم، وهي اسعاد الشعب المغربي. نعم. امنوا بهذه القضيه وعرفوا بانه كل شيء متبعهم، وكنت حس بيه بانهم لاعبين من اجل واحد القضيه. يعني صراحه يعني ما دمج في الفريق الوطني المغربي بهذا الحماس وبهذا الاندفاع، لانه في واحد الوقت تقول اودي يعني واش قادين يكملوا بهذا الشكل. ومع ذلك استمروا 120 دقيقه. احنا ما بانش علينا انه واحد اللحظه من اللحظات انه الانسان او اللعبه عياو. ثانيا معروف على انه الاغلبيه ديال اللاعبين، لا اناحي لا املاح لا سايس اكرد اشرف حكيمي مزراوي، هذو كلهم كانوا في واحد الوقت عندهم اصابات، وكان تساؤل واش يشاركون ولا ما يشاركوش. ومع ذلك ما كانش شي واحد تبين بانه مصاب. نعم. لعبوا بشكل رائع جدا، يعني اللي في الحقيقه تيسر كل واحد. يعني تشوف اللعابه تيلعبوا بداك الشكل هكاك، انا عارف بانهم كانوا يعني يتحاملون على بعض الامور اللي كتحسن بها. تبقى حاجه واحده، نطلبوا الله على انه في هاد 3 ايام هذه انه اللعابه يسترجعوا الامكانيات ديالهم البدنيه اللي غادي يحتاجوها في هذه المقابلات. علاش؟ لانه رحنا في واحد المرحله ديال كنسميها ديال التفاؤل الكبير. نعم. كون على يقين بانه كاع الناس اللي لقيتهم هذا الصباح هذا كل شيء متفائل. لا نمشيو بعيد ولينا تنذكروا على اللقب. تنقولوا ودي شوف ندوزوا البرتغال ونمشيو مرحله بمرحله. حنا ما عارفينش الامور غتجيب. كما قال وليد الركراي كنا تنقولوا هادشي قديم، ان الكره غتضرب يمكن تدخل يمكن تخرج. يعني عارف يعني كره القدم هي هكا غدا. اذا حنا كاين واحد نوع من التفاؤل كبير كبير جدا. واخا تقول ودي لا البرتغال عندهم لاعبين، لا البرتغال ما غيكونوش بحال اسبانيا. الناس دابا عندهم انه يعني لا ريفيرونس ديالنا هي اسبانيا، ماشي حتى هي بلجيكا، لان اسبانيا يعني معروفه انها قوه كرويه. اذا هذا التفاؤل هذا مزيان. حيت هذا التفاؤل ما يعني انك تيقى في اللاعبين، واللاعبين عندهم رغبه. حنا بقينا فقط غير نتمنوا على انهم يسترجعوا كافه الامكانيات ديالهم. وهذا الشيء اللي كنتمناو ان شاء الله يكونوا بخير وعلى خير من هنا اليوم السبت ان شاء الله، موعد المقابله امام المنتخب الاسباني. وكما ذكرتي سعيد في اكثر من مناسبه في المباريات ب4 شفنا حكيمي كان كيعاني من الاصابه واثر على مواصله اللقاء. المزراوي سيس واكرد كان بغى يواصل المقابله حتى ما قدرش وخرج. دونك جميع اللاعبين يعني ابداو الرغبه ديالهم في يعني تبليل القميص الوطني وتقديم كل ما عندهم في سبيل يعني تحقيق نتائج ايجابيه لفائده الفريق الوطني المغربي. وتنشكرهم جزيل الشكر لانهم قدموا كل ما عليهم من اجل تحقيق النتائج الايجابيه. شيء اكيد. نعم. من الامور اللي يمكن الواحد يتحدث عليها في مثل هذه المقابلات، واللي انا خصني نبقى يعني كما سوي نكررها، كما وليد دخل اللعابه على انهم خصهم يثيقوا في القدرات ديالهم ويديروا النيه يعني ما لقيت لا شي تفسير ديالها في الكروي، ولكن مزيان دير نيه هي تيق. نعم. تيق فيا تيق دير نيه وتيق فيا. انا اللي غادي نقول عطي به واحد المثال وبغيت نعاودو ونكررو، حيت كاين اليوم بالنسبه للعمل ديالنا الاذاعي الا قلتي واحد الحاجه، هذا غير معلومه ديال العمل الاذاعي. الا قلتي واحد المعلومه ما فيها باش تعاودها. علاش؟ لانه اللي سمعوك البارح ماشي هما اللي غيسمعوك اليوم. حيت كاين اللي تيقول لك لا راني قلتها البارح، الا قلتيها البارح عاودها اليوم. حيت اليوم اللي تيسمعوك اليوم ماشي هما اللي سمعوك البارح. يمكن كاين الناس اللي يسمعوك كل نهار، ولكن ولا بد هذه المعلومه تضيفها. البارح قلت واحد الكلمه مهمه مرتبطه بالثقه ديال اللاعبين. اللعابه ديالنا الان ماشي تيقين في راسهم، هما تيتسائلوا علاش ما تيقوش فينا. راه مبدئيا اللعابه ديالنا غيقول لك علاش ما تيقوش فينا. تيقوا فينا، راه حنا تلعبوا مع فرق كبيره. وتنعطي مثال، حنا دايرنا دابا يعني اللعابه ديالنا كلهم نجوم، ولكن بغينا نديروا الترتيب غادي نلقاو بين اشرف حكيمي يعني على راس القائمه. هذه مساله يعني لا نقاش فيها، لا من حيث القيمه ديالو التسويقيه، ولا من حيث اللعب ديالو، ولا من حيث المكانه، ولا الفريق اللي تيلعب فيه. طيب دابا اشرف حكيمي اش غيقول؟ غيقول انا
من احسن المدافعين في العالم، الا ما كنت انا احسنهم على مستوى ظهير ايمن. تلعب مع فريق اللي فيه اكبر النجوم في العالم، جامعين باريس سان جيرمان، جامعين كاع الاسماء الكبيره في العالم. اش غيقول هو؟ غيقول بانه مبابي يحلم بكاس العالم او لا، نيمار يحلم بكاس العالم، نعم، ميسي يحلم بكاس العالم، وهذو كلهم اهلين، الارجنتين، ها البرازيل، ها فرنسا. نينو مانديز اللي تيلعب معاه من البرتغال يحلم بكاس العالم. وعلاش انا ما نحلمش بكاس العالم؟ نعم، شنو ناقصني؟ ياك تلعب مع هادو، تلعب مع هادو، هما باغيين كاس العالم حتى انا باغي كاس العالم. نعم، علاش انا غنخرج راسي من هاد الدائره ديال الناس اللي غيبغيو يفوزوا بكاس العالم؟ نعم، ميسي ماشي 11 لعاب في الارجنتين كلها ميسي، كاين ميسي وكاين لعابه متوسطين وكاين اقل. نعم. بمعنى حتى حنا عندنا لاعبين في مستوى عالي ولاعبين متوسطين ولاعبين بحالهم بحال اللاعبين الاخرين. نعم. اذا هذا الاحساس ديال مثلا ديال عطيت مثال بحكيمي، الا خداه اللعابه كاملين، علاش ما نحلموش بكاس العالم؟ راه هذا هو التصور اللي بغيت ندخل، يعني الناس يفهموه انه حكيمي معاه لعابه بغاو يديو كاس العالم، وهذاك اللعابه اللي بغاو يديو كاس العالم تيلعبوا معاه. اذا علاش انا نخرج راسي من كاس العالم ونقول لا انا درت الدور الثاني وصلت ربع النهايه وصافي الله يجعل علاش؟ اذا هذا طموح مشروع اللي غنتمنوا انه اللعابه ديالنا يكونوا كلهم في الاوج ديال العطاء ديالهم، وغنبقاو دائما نحلموا بكاس العالم. واحد التعليق السيف